اهلا بيكم في فيديو اخبار جديد مهم عن نادي الزمالك واستعدادات نادي الزمالك لمباراه بروكسي في كاس مصر، وهنتكلم كمان على الزمالك يفكر في استعاره امام عاشور من نادي ميتلاند. هنتكلم على تصريح جيمي باتشيكو عن مباراه السوبر. بس اتمنى قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو ده، ولو انت جديد في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس على الكل. يلا بينا نخش على تفاصيل اخبار النهارده، وهنبدأ بأول خبر معانا وتصريح من المدير الفني جيمي باتشيكو بعد نهاية مباراة السوبر. في المؤتمر الصحفي اتكلم عن وقال إن مرتضى منصور كان معاه حق إن هو ما يروحش مباراة السوبر. هو طبعا شاف اللي حصل في المباراة، بصراحة أنا ما اتفرجتش على المباراة ولكن شفت بعض اللقطات في المباراة، ولكن هم كانوا عايزين ينفذوا مباراة السوبر بنفس الشكل ده وبنفس النهاية دي، وطبعا في النهاية اللي فاز هو اللي مخطط للسيناريو والنهايه دي كلها. بصراحه المباراه انا شايف ان هي كانت عادي جدا، ولكن اهم حاجه ان النادي المنافس هو اللي اخذ البطوله في النهايه. مش مهم ازاي، مش مهم بأني طريقه، مش مهم اي حاجه، ولكن اهم حاجه بتاعهم يكون مبسوط وسعيد بالنهايه دي. وده كان كل مختصر مباراه بيراميدز والاهلي. مش هنتكلم عليها كتير بصراحه، هنتكلم على نادي الزمالك دلوقتي في حاله هدوء تام داخل إدارة نادي الزمالك وداخل الفريق دلوقتي، واستعد نادي الزمالك لمباراة بروكسي هتقام في كاس مصر. في نفس الوقت برضه مباراة تكون مهمة جدا، وأنا شايف طبعا دي هتكون أول مباراة في الكاس الجديد دور 32. طبعا الزمالك هيلعب يوم 9. في نفس الوقت برضه خوان كارلوس أوسوريو عامل حالة مميزة جدا مع اللعيبة وبيدربهم بشكل كويس جدا، وفي روح دلوقتي عند اللعيبة، وكل اللعيبه دلوقتي بتخرج افضل مستوى عندها. عايز اقول لكم كمان مصطفى شلبي دلوقتي تعافى من الاصابه وبيشارك كمان في التدريبات بشكل مستمر وبشكل كويس جدا. واستعاد احمد فتوح برضه هو كمان تعافى من الاصابه وبيشارك في التمرينات الجماعيه. وان شاء الله الزمالك يبقى يظهر بشكل كويس جدا، علشان كل خطوه الزمالك بيمشي فيها في الكاس بتقربوا للنهائي. وفي نفس الوقت برضه عايزين نمشي بشكل كويس في الدوري المصري عشان ناخد المركز الثاني وباذن الله نشارك في البطوله الافريقيه. عايز اقول لكم كمان ان خوان كارلوس اوسوريو بيفكر بالدفع بسامسونج اكينيولا في مباراه الكاس، وبرضه يبقى خد فرصه كامله مع نادي الزمالك. وبنسبه كبيره ممكن محمد عواد هو كمان يبدا اساسي في المباراه بتاعه بروكسي دي. وفي نفس الوقت برضه هنتكلم على اصابه ناصر منسي اللي هيغيب عن المباريات لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع، عنده إصابة في عضلة الضمة، وبإذن الله يرجع أفضل من الأول وإن شاء الله تكون خفيفة. وهو لعيب مميز جدا وفرق مع نادي الزمالك بأهدافه. عايز أقول لكم بعد كده الخبر اللي بعد كده، قرر نادي الزمالك عودة يوسف أوباما للفريق الموسم القادم. طبعا هو قضى 6 شهور في الاعاره بتاعته، وفي نفس الوقت برضه النادي عايز يرجعه مره ثانيه، ودي حاجه كويسه جدا. يوسف اوباما لعيب مهم جدا، ما خدش فرصه مع فيريرا ولكن ممكن ياخد فرصه ويكون اضافه قويه مع نادي الزمالك مع خوان كارلوس اوسوريو. وفي نفس الوقت برضه انا اتمنى ان هو يعني يلعب بمركز 10 خوان كارلوس اوسوريو، وده اللي هنشوفه لما يرجع باذن الله. الزمالك بقى بيفكر في استعاره امام عاشور من نادي ميتلاند بعد تعافي طبعا امام عاشور من الاصابه. انا شايف ان ده بصراحه هيكون قرار غبي شويه، لان اللعيب ده كان عندك وانت بعته، فليه اصلا تاخده؟ واكيد طبعا النادي هيطلب مبلغ كبير، مش بعيد يطلب مثلا في الاستعاره دي مثلا $700,000 ولا $800,000 عشان طبعا 6 شهور ولا حتى سنه. فليه؟ انا اتوقع ان ممكن نادي الزمالك يتعاقد مع حد يكون افضل شويه من امام عاشور في افريقيا، ويكون طبعا حاجه كده شبه وليد الكارت بتاع بيراميدز اللي اتمنى يجي نادي الزمالك. فنتمنى طبعا ان هو يعني ما يفكرش في امام عاشور مره ثانيه، وفكر في حد من قاره افريقيا يكون افضل كتير. وباذن الله القادم يكون افضل لنادي الزمالك، ويكون في استقرار داخل فريق الكوره داخل نادي الزمالك، وباذن الله يحقق انتصار على فريق بروكسي. كده انتهى الفيديو بتاع الاخبار، ما تنساش تعمل لايك واشتراك. اشوفكم على خير، يلا سلام.